أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. كل متابعينا على فيسبوك على اليوتيوب، عندنا موضوعين مهمين جدا النهاردة عايزين نتكلم فيهم. أول موضوع ظروف الأهلي والزمالك والحسبة البرمة اللي اتحط فيها الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا. الزمالك مطالب إن هو يفوز الماتشين اللي جايين عشان يحقق الصعود، والنادي الأهلي يعمل نتيجة كويسة قدام صن داونز ويكسب الماتشات المتبقية، وإن شاء الله يكون الصعود للأهلي والزمالك. احنا عايزين نتكلم مع بعض شوية ونعرف ايه التشكيل الأمثل بالنسبة للأهلي والزمالك في المباراة اللي جاية، سواء مباراة النادي الأهلي وصن داونز ومباراة نادي الزمالك وشباب بلوزداد. طبعا احنا مش هنتكلم في الدوري العام دلوقتي، لان انا شايف ان الدوري العام شبه محسوم للنادي الاهلي، لان الفرق النقاط بعيدة جدا عن اقرب منافسيه. انا شايف التشكيل الامثل بالنسبة للزمالك هو نفس التشكيل اللي بدأ بيه مباراة الترجي هنا في القاهرة. محمد صبحي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، احمد ابو الفتوح، دونجا، رؤى، احمد السيد زيزو، وسيف الجزيري، والناحية التانية مصطفى شلبي. ده تشكيل امثل مع تعديل طريقة اللعب. انا شايف ان الزمالك ممكن يلعب بثلاثة ورا، يبقى عبد الغني ومعاه حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، ونلعب بثلاثة 4-3، لان انت هناك محتاج ان انت تقفل المساحات زي ما عمل الزمالك في الشوط الثاني. قفل كل المساحات على نادي الترجي وبدأ يلعب على الكرة الطويلة المرسلة والهجمات المرتدة، وشكلنا خطورة كبيرة جدا على نادي الترجي. طبعا هناك شباب بلوزداد هيبدأ معاك المباراة بضاغط، فانت لازم تكون مأمن تأمين دفاعي بشكل كامل جدا، ان انت تقدر في اي وقت في خلال ال90 دقيقة، عشان ما نستعجلش الفوز، خلال ال90 دقيقة تقدر ان انت تخطف هدف وتخطف ال3 نقاط. وانا بقول لك لو الزمالك ان شاء الله ربنا كرمه وقدر ان هو ياخد 3 بونت في الجزائر بشكل رسمي او ب90%، ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه الزمالك قدر ان هو يصعد. بالنسبه للنادي الاهلي وصن داونز، برضو نفس التشكيل اللي كان هنا في القاهره هو اللي هيبدأ بيه هناك. في مشكلة عند صن داونز لازم النادي الأهلي يعتمد عليها ويعتمد عليها بشكل كبير. جزء الباكات بتوع صن داونز على طول طايرين مع الفرقة. لو قدر ان النادي الأهلي يلعب كور في ظهر الباكات بتوع صن داونز هتشكل خطورة كبيرة جدا. شفناها هنا في مباراة القاهرة، لكن الأهلي ما استغلهاش كتير باستثناء كورة حسين الشحات اللي اتلعبت له من الشناوي، وقدر ان هو يستلم صح ويرقص ويحط الهدف الثاني للنادي الاهلي. انا شايف ان مفيش صعوبه بالنسبه للنادي الاهلي مع التامين الدفاعي الكامل قدام صن داونز، لان انت ممكن تطلع بنتيجه ايجابيه. حتى لو التعادل هتفرق معاك كتير. انت عندك هنا الهلال، وعندك كمان ماتش القطن الكاميروني، تقدر ان انت ان شاء الله تحقق فيهم الفوز، ويبقى الصعود باذن الله للنادي الاهلي ونادي الزمالك. وكل الدعم للفرق المصريه في مختلف البطولات الافريقيه. امبارح اتفرجنا على فيوتشر واتفرجنا على بيراميدز، بسم الله ما شاء الله ماشيين بخطى كويسه جدا. الموضوع الثاني اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيه وهو موضوع محمود كهربا والشكوى اللي كان مقدمها نادي الزمالك بعد مباراه الاهلي والزمالك. في اشاعات بتقول ان لجنه الانضباط طلعت ان محمود كهربا هيتوقف 8 شهور، وناس بتكذب وناس بتاكد. انا شايف ان مش وقته خالص ان يبقى فيه عقوبه على محمود كهربا. الموضوع عدى عليه كتير، دلوقتي جاي بتتكلم فيه وبتفتحه من تاني وتحقيقات من تاني. انا شايف ان هي هتصير اللغط وهتصير مشاكل كتير، واحنا كل اللي احنا بندور عليه دلوقتي ان احنا نشيل حتة التعصب وحتة ان يبقى فيه قيل وقال في الوسط الرياضي من اجل توحيد الصفوف ومن اجل منتخب مصر. فانا شايف ان القرار حتى لو طلع هيبقى قرار
بالنسبه لي انا هو مش ظالم، لان محمود كهربا غلط ومفروض ان هو كان يتعاقب، بس انا بتكلم ان لو هيتعاقب محمود كهربا كان يتعاقب في نفس الوقت اللي اتقدم فيه شكوى نادي الزمالك واتحقق معاه في المره الاولانيه في لجنه الانضباط السابقه اللي هي قدمت استقالتها او معظمها قدم استقالتها. كان المفروض يتاخد قرار، لكن دلوقتي انت تطلع قرار بعد المباراه، ده احنا نسينا اصلا المباراه، هتطلع قرار بعد ما المباراه اتنست والناس نسيت، وتيجي ان انت توقف محمود كهربا 8 شهور. انا بقول لك محمود كهربا غلط، وغلط في حق جمهور نادي الزمالك، وغلط غلط كبير. شيكابالا لما قال كابتن احمد مجاهد انت اهلاوي اتوقف 8 شهور وما خدناش وقت والعقوبه ظهرت بسرعه، لكن انت مستني وقت طويل جدا. لما تيجي تعلن العقوبه دلوقتي انا كزملكاوي هبقى راضي، لكن الاهلي هقول لك دي اتطبخت، دي صفقه اتعملت عشان المستشار مرتضى منصور نفذ الحكم، او نغطي على موضوع تاخير القيد بالنسبه لنادي الزمالك. انت هتدخل الناس في جدل، واحنا كل ما بنقول يا جماعه احنا عايزين نوحد الصف الرياضي من اجل منتخبات مصر، ان احنا وضعنا الكروي على الساحه ضعيف جدا جدا، واتكلمنا ان احنا عندنا لعيبه الكواليتي بتاعها قليل جدا جدا، والاعلام بينفق لعيبه زي البلالين ما عندهمش حاجه خالص. يعني بنتكلم مثلا سيف فاروق جعفر عمل ماتشين كويسين، الاعلام كله ركب فوق دماغه. طب ما انت دلوقتي انت بتضمن لعيب زي ده، لعيب لسه صغير. برضو حبيب احمد حسن في نادي المقاولين العرب لعب مباراه او لعب ربع ساعه في المباراه، الاستوديو التحليلي كله بيتكلم على حبيب، معلش هو لسه ما عملش حاجه، ده لعب ربع ساعه. فلازم ان احنا نصبر على لاعيبتنا شويه، ما نعمل لهمش الفرقعه الاعلاميه، عشان نعرف ناخد منهم منتج مفيد. ونتمنى التوفيق للكره المصريه، وان شاء الله باذن الله نبارك للاهلي والزمالك على الصعود في دوري الابطال. وان شاء الله باذن الله لو الفيديو عجبك اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد.